الوصفة اللي أخدت بيها دعوات كتيرة أوي من كل اللي جرّبها، العيش الفينو على طريقتي الاقتصادية والمميزة، كل الناس عملته بعدي، ما اكتفوش إن هم خدوا الوصفة بس، لأ كمان أخدوا الصورة بتاعتي وبقى يحطوها للفيديو بتاعهم، تعالوا بقى شوفوا، ما حدش هيقول لكم كل الأسرار والتريكات اللي هتطلّعوا معاكم بالطريقة دي غير سهير في المطبخ، شايفين الفينو عامل إزاي؟ بجد خطير، اعملوا لايك وشير للفيديو، ويالّا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة كده كوباية من المَيّة الدافية، معلقة كبيرة من السكر، العجينة دي اقتصادية جدًا، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من الحليب البودر، ولو مش متوفر عندِك ما تضيفيهاش، تمام؟ معايا نُص كيلو من الدقيق، خدت منه 3 معالق بس، باقلّبهم كويس جدًا مع بعض بالشكل ده، وباغطّيهم وباسيبهم يخمروا 5 دقايق، 10 دقايق بالكتير. بعد كده باضيف معلقة صغيرة من الbaking powder ومعلقة كبيرة من الخل، وباقي الدقيق اللي هو النُص كيلو يعني حوالي 3 كوبايات، و4 معالق من الزيت فقط، 4 معالق كبار كده من الزيت، تمام؟ باعجن الكلام ده كويس جدًا، جدًا، مش شرط عجان خالص، على إيديكِ مدة ما تقلش عن 5 دقايق لحد ما العجينة تكون ناعمة جدًا، جدًا، ومش بتلزق في إيديكِ. كمان لو احتاجت منِّك شوية مَيّة صغيّرين ممكن تضيفي لها، شايفين العجينة بقت عاملة إزاي؟ هاغطّيها بقى واسيبها تخمر حوالي نُص ساعة لحد ما يتضاعف حجمها وتبقى بالشكل ده. أفرّغ بقى من العجينة بتاعتي الهوا وانزل بيها على الرخامة بالشكل ده وابتدي أقطّعها لكِوَر صغيّرة. طَب النُص كيلو بيعمل قد إيه يا سُهير؟ بيعمل 12 رغيف من اللي إحنا بنجيبه من الأفران. طَب أنا عايزاه متوسط فأنا قطّعته ل15 كورة بالضبط، تمام، لإني ما كنتش عايزاه كبير أوي. هاقطّعه بالشكل ده، بُصّوا كِوَر عادية خالص وبنقفّلها من تحت كده وبنرصّها بالشكل ده. باجيب بولة كده فيها معلقتين من الزيت عشان بس العجينة ما تلزّقش في إيدينا، ومن غير نشّابة ولا أي حاجة هنبدأ نفرد العجينة بتاعتنا بشكل طولي بالشكل ده. هي مش هتاخد معاكِ وقت خالص لإن العجينة زي ما أنتم شايفين طرية وعجناها كويس وخدمناها كويس. نبدأ بقى إيه، نلِف رول بالشكل ده ونقفّل عليها من تحت كويس جدًا، جدًا عشان ما تفتحش معانا في الفرن. سهل خالص وبسيط، عايزة أقول لكم إن أنا باعمله لولادي من أول ما دخلوا المدارس، يعني من زمان أوي وأنا باعمل العيش الفينو حتى من قبل ما أفتح القناة، باعمله بالأسبوع وباشيله في الفريزر وبيبقى زي الفل، تمام، بيبقى العيش مخدوم كده وطري وفيه لبابة كده مش زي اللي بنجيبه من برّه، الرغيف بيبقى ما فيهوش أي حاجة كده وما يشبعش. بس كده وبدأت أحط بقى رغيف الفينو بتاعي في الصينية، طبعًا الصينية تكون مدهونة زيت أو عليها ورقة زبدة، وبرضه باحب أدهن ورقة الزبدة بالزيت، تمام. هاعمل معاكم واحدة تانية بُصّوا قد إيه سهلة، باجيب بس بادهن إيدي بس مجرد دهان بسيط كده من الزيت، وابتدي أفرد بالشكل ده، وابتدي ألِف رول، تمام. عايزة بقى تكبّري تصغّري الحجم زي ما قُلت لِك في إيديكِ. المهم إن إحنا نقفّل عليه كويس جدًا، جدًا عشان ما يفتحش معانا في الفرن، الخطوة دي بأكد عليها كتير عشان ما يفتحش معاكِ في الفرن أو بعد التخمير، تمام، أهم حاجة بس ندّي له إيه، تبطيطة وبرمة بسيطة كده عشان يبقى إيه، مضبوط معانا. شايفين شكله أهو مضبوط، وباروح برضه واخداه حاطاه كده في الصينية ويكون ما بين كل واحد والتاني مسافة كده عشان لسه هيخمر تاني. خلّصت أول صينية باغطّيها واسيبها تختمر لحد ما أخلّص الصينية التانية. كده دي أول صينية اختمرت معايا، جِبت بقى كان فايض شوية من الزيت كده في البولة، حطيت عليها شوية من الحليب ودهنت الوش بالشكل ده ورشيته بالسمسم، مش حابة السمسم بلاش، ادهنيه بس حليب كده وخلاص. تمام، سهلة خالص وبسيطة وما فيهاش أي حاجة، بادخّله الفرن على درجة حرارة عالية جدًا في الرف الوسطاني، باشغّل من تحت بس لحد ما يستوي، باشغّل عليه الشواية ياخد لون من فوق وبيخرج معايا بالشكل الجميل ده، أول ما بيخرج من الفرن باغطّيه بفوطة مطبخ نضيفة، بُصّوا بقى عامل إزاي، شايفين الجمال؟ بذمتكم أنتم بتجيبوه من الفرن كده؟ والله هش وجميل وباخزّنه بالأسبوع في الفريزر، يعني أنا أول ما بيدفى كده باحطه في الأكياس واشيله في الفريزر على طول، باخرّجه قبلها ب10 دقايق ربع ساعة، أفرده كده على صينية على الرخامة وبيرجع كإني لسه مطلّعاه من الفرن، بألف هنا وشفا لكل اللي يجرّبه وبس كده.